الفلوس، لكن نص الأمة بعيد عن الصلاة، نص الأمة بعيد عن المساجد. فهذه مسؤولية، نحن نعمل شيء ونذكر الناس. الراغبين يأتون إلى الجلوس والمدبرين ينتظرون أحد يقول لهم تعال. كنا في مسجد الإمام الأعظم كل الناس اللي كلمناهم في السوق كله مستني حد يدعوه، جاءوا إلى المسجد وجلسوا وارتاحوا. حتى الآن هنأتي وقت صغير قعدنا نتكلم معاه كلام عجبه. قعد واحد تاني كان جاي عايز سؤال، عايز يسأل سؤال لشيخ، فقلت له اجلس واسمع وبعدين لو عندك سؤال اسأل. قعد سمع وبعدين قلت له عندك سؤال؟ عندي خلاص. الناس محتاجين السماع وعايزين حد يقعد معاهم، خاصة الناس اللي ربنا كرمهم مثل حضراتكم يعني الدين والعلم، يحتاج أن يجمع الناس حواليه ويكونوا بيئات في المساجد ويرغبوا الناس في الآخرة. هذا مهم جدا. نحن في فنلندا بعيد، بلد بعيد، ولكن لما قمنا الأعمال وقمنا الحركة رأينا خير كثير، ورأينا خير في الجيل الثاني كذلك. وإن شاء الله إذا كان في أجيال ثانية لسه جاية إن شاء الله ربنا يهديهم ومش يحسدون. لكن أنتم ما شاء الله الخير، فانشروا الخير، ما توقفش الخير عندك. طيب جزاكم الله خير على الاستقبال. نصلي العشاء ونرجع عشان معنا جماعة في المسجد لازم نكمل. بسم الله بسم الله بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله. السلام عليكم. اسعد يا من زرت البيت، شهدت الكعبة الحلوة. عملك شيخ ضيفة. بسم الله الرحمن الرحيم. ضيف الرحل؟ لا ضيفه بابا. تعال ضيف. الله يبارك فيك يا رب. خلاص جزاك الله خيرا، الله يحفظكم ويرزقكم. كيف المسلم يتهيأ ويجهز نفسه إيمانيا وكذلك حياتيا أخلاقيا معاملاتيا يكون يعني بصفاته داعي إلى الله سبحانه وتعالى. فلهذا يعني العلماء كذا يعني يعطونا ترتيبات كيف نقوم على إنشاء البيئات. الآن بيئات البيوت أصبحت كل واحد يعرف البيت عامل إزاي إلا ما رحم ربه. بيئات الشغل أنتم ترون أحوال، بيئات المدارس أنتم تعرفون أحوال، كل واحد يعرف أن نعيش في هذه الحياة. وكيف ترجع البيئة مرة أخرى؟ فلا بد أولا أن يستقيم قائد البيت. فنخرج في سبيل الله، بنقضي أوقات الصيف بتاعتنا، بس عندنا عن شهرين أجازة نقضيهم في طاعة الله من مسجد إلى مسجد، يقوم جهد على إخوانه، جهد على الناس حتى يرجعون يسكنون مساجدهم مرة أخرى بعد الشغل. كيف يكون في المساجد قيام حلقات التعليم في البيوت، قيام حلقات التعليم في المساجد. نخرج وراء كل باب وراءه مسلم نذكره بالله سبحانه وتعالى ونبين له أنت من أمة النبي عليه الصلاة والسلام، فأنت عليك مسؤولية الدين. فالحمد لله لما بنتحرك هكذا نتحرك بيبدأ الناس كثير ما شاء الله يبحثون عن الدين، يبحثون عن الأعمال، لكن ما يجدوا أحد يقودهم. يعني احنا في الفترة اللي احنا موجودين فيها هنا في سلطان بيلي كل ما نتجمع على حد ما شاء الله كل واحد عايز يجي للمسجد، ولكن ما في أحد يجلس معهم ويربيهم ويعلمهم. كثير ناس، ولكن لما ما يكون مربي وما يكون أحد يجمعهم هم يتفرقون وينشغلون في بيوتهم. لا احنا الكرام إقامة أعمال النبي عليه الصلاة والسلام مهمة جدا في مساجدنا وفي بيوتنا، وكذلك الحركة على الناس لتذكيرهم بالله سبحانه وتعالى. كل واحد الآن